الشامي فاجأ متابعينه بفيديو مصوره من 4 سنين، محدش كان عارف عنه حاجة. تعالوا نشوف الفيديو ده كان فيه. عم حاول أعمل أشياء جديدة بحياتي. موضوع كتير صعب، حاسس بالعزلة الوحدة دايما، كأنه ما في حدا معي. والله المقطع طلع حزين يا جماعة. يعني أول 5 ثواني في الفيديو ده بيثبت لك إن هو كان حاسس باكتئاب، ما كانش في حد جنبه، ما كانش في أي حاجة خالص. خلينا نكمل الفيديو ونشوف. قررت ببساطة إني أفتح الكاميرا وأحكي. يمكن بيوم من الأيام هذا الفيديو بينشاف من كتير ناس، أو يمكن ما ينشاف، ممكن ينحذف ويضل هيك. والله يا شباب أنا متأكد إن الفانز بتوعه، واللي أنا واحد منهم طبعا، أول ما شاف الفيديو ده بكى. يعني أنا متأثر جدا والله. يعني هو كان لسه ما فيش أي حد يعرفه، كان بيعمل الفيديو ده يعني ذكرى ليه. شوف سبحان الله، شايف انت الصورة اللي قدامك دي الشامع عامل ازاي، شوف ساعتها كان عامل ازاي. فخلينا نكمل في الاخر نكمل. بس بكل الأحوال أنا لازم أفضل الأشياء اللي بقلبي. كتير عبالي أنجح بموسيقتي، مو هذا النجاح اللي الناس عم تحكي عنه، مش مليون، مش مليونين. دلوقتي يبقى بيجيب 100 مليون بكل سهولة. فناخد عبرة والله من قصة الشامي دي، لازم ناخده قدوة اقسم بالله. يعني مهما كانت ظروفك لازم تبص للشامي ده، هو ظروفه كانت ايه وبقى ايه دلوقتي. المس كتير ناس، ما بعرف إذا الناس حتقبلني بعدين مع الوقت، ما عندي فكرة. بس الشي الوحيد اللي أنا متأكد منه إنه أنا ماني مهدي لحتى أوصل، لأنه كتير بنفسي هذا الشي. أتمنى وقت انتشر هذا الفيديو يكون عندي مئات الملايين. والله يا شباب ده مش شخص طبيعي. الشامي ده إلهام لكل الشباب، إذا كانوا سوريين مصريين عربيين. أنا مصري بعتبره أقسم بالله قدوة والله. يعني واحد، يعني مؤاخذة في اللفظ، يعني كان سايب بلده لأنه غصب عنه. يعني السوريين كلهم جاءت فترة كله بعد عن بلده، كل واحد كان في بلده، اللي هو كان في تركيا واللي كان في مصر واللي كان هنا واللي كان هنا، وفي نفس الوقت ساعة وبقى ما شاء الله. يعني بالنسبة لي أفضل مغني في الوطن العربي كله. فده مش قصة، يعني ده مش جاي وخلاص، ده جه بعد تعب. ده راجل ملهم، ده راجل عارف هو كان عايز ايه. الفيديو اللي هو عمله ده يأكد لك 100% ان هو يعني حاطط هدف قدامه وكان عايز يوصله. النجاح بالنسبة له ساعتها ما كانش مليون او مليونين، هو لسه ما عملش اي حاجة خالص، كان عايز مئات الملايين ويكون مؤثر في الناس. واحنا دلوقتي بنحط اي حاجة بالنسبة لنا عائق. يعني انا عن نفسي انا معايا التليفون اللي انا بسجل منه دلوقتي ده، ومعيش مش عارف اعمل كاميرا، مش عارف اعمل اي حاجة. يعني كنت بعمل حجج الحاجات دي، انما لا، انا لازم انزل ولازم اعمل. علشان ايه؟ اثبت للناس اللي بتتريق عليها دلوقتي ان انا باذن الله هبقى حاجة. حتى يعني اي حاجة، المهم ابقى حاسس بقيمة نفسي بعدين، وان شاء الله ده هيحصل. فبتمنى كل واحد ياخد تجربة الشامي دي بالنسبة له تبقى هي السلوجان بتاع الحياة، انك لازم تبقى حاجة في يوم من الايام وما تشمتش حد فيه مهما كانت ظروفك. انا محدش يعرف انا فيا ايه يعني حاليا. انا الدنيا متدمرة معايا خالص حاليا. يعني انا مسافر دولة تانية برضه وبشتغل وباجي لازم اصور مقاطع. فيعني محدش عارف انت بتمر بايه، بس هيعرفوا انت وصلت لايه. هسيبكم مع هشام يقول لكم اخر كلمه خالص، وبعد كده اتمنى بس انتوا تضغطوا لايك وشير وسبسكرايب. هشام هيقول لكم في الاخر حب وحنان. سلام. حب وحنان.